السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. وحشتوني احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديك الاحلى واحلى. يلا بينا النهاردة نشوفوا الحمام الكذاب بتاع طريقة صاحبتي. بجد احلى طريقة. عايزة اقول لكم دي مش صاحبتي، دي بجد اختي التانية، امي التانية. بجد احلى صاحبة شفتها في حياتي. برتاح لها راحة نفسية بجد يعني. ربنا يبارك لها، هي حامل. عايزاكم تدعوا لها دعوة حلوة كده من قلبكم، ربنا يقومها بالسلامة ويديها الولد الصالح ان شاء الله. طبعا هنا هي بقى بصوا بتبدأ تخلي جايبة الوراك، وهنا قبل ما غسلتها ولا اي حاجة بتبدأ تقطعها وتخليها زي ما انتم شايفين. بتخليها هنا من العظم، وهنا مش بتقرب من يعني العظم كده. بتبدأ تخليه كويس جدا، ما بتاخدش معاه يعني من اللحم وكده. هنا بتبدأ بصوا بتخليه زي ما انتم شايفين، واهم حاجة تكون السكينة حامية وبتبدأ تخليه. بجد طريقتها جميلة جدا جدا وعجبتني، وان شاء الله هجربها لكم بطريقتي انا. طبعا بصوا ما شاء الله هي بتبدأ تخلي اهو زي ما انتم شايفين. بتمسك العظمة اللي هي من فوق من ناحية قبل الدبوس دي، وتروح بتبدأ تخلي زي ما انتم شايفين. بتخلي اللحمة في حتة والعظمة في حتة تانية خالص. هي مش عايزة العظمة عشان هي هتعمل لها خلطة بجد، وفي نفس الوقت هتعمل لها تتبيلة. يعني هتتبل الوراك عندها، وفي نفس الوقت هتعمل الخلطة اللي هي بتاعة الحمام الكذاب. هي خلت معاكم واحدة وكملت الباقي. طبعا هنا بتبدأ تكسر الحتة دي من عند العظمة، وبتبدأ تخلي هي الاخر حتة اللي في العظمة الصغنونة دي اللي من ناحية الدبوس. طبعا انتوا زمان شايفين اهو خليتها كده، ما خليتش فيها عظم ولا اي حاجة. تبدأ هنا بقى حطت دقيق وليمون وملح وخل. طبعا هنا ده المحلول بتاع اللي هو الفراخ. غسلتها كويس جدا، وبعد كده هنا جابت بصلايه بشرتها، واخدت الميه بتاعت البصل بس، والتفل هتاخده برده مش هترميه. طبعا هنا صفت الميه كويس جدا، سابت التفل على جنب واخدت الميه. هنا الميه هي هتتبل بيها الحمام الكذاب. هي عملت له هنا تتبيله. هنا برضو ضربت طماطميه كده، وحطت كمان شويه من الفلفل الاسمر، وحطيت عليها معلقه كده من هريسه الشطه مع الطماطم. حطيت هنا فلفل وملح، وكمان حطيت توابل فراخ عشان تدي ريحه حلوه وطعم جميل كده. هنا خلاص كده بتبدا تحط هنا التوابل الفراخ، وتبدا تقلب الخلطه الجميله دي. عايزه اقول لكم بجد ريحتها خطيره جدا جدا. قلبتها كده، عايزه اقول لكم دي احلى بجد تتبيله. طبعا هنا بتبدا تسقط كده الوراك عندنا زي ما انتم شايفين بعد ما خلتها وغسلتها في محلول اللي احنا قلنا عليه مع بعض. طبعا هنا بتبدا تسقط كده اهو في التتبيله، بتبدا تحطهم على جنب، وفي الاخر خالص كده تروحي ضايفه بقيه التتبيله كده، تروحي حطها من فيها. اتقعديها هنا ساعه اتنين، كل ما بتشرب من التتبيله تبقى جميله معاكي. طبعا حابه تشويها بالطريقه دي بجد هتاكلي احلى وراك عندك مخليه، وفي نفس الوقت بتتبيله الجميله دي اللي هي عملتها. بجد كانت ريحتها بجد هايله جدا. طبعا هنا خلاص زي ما انتم شايفين بتبدأ كده هي تبلتها، وبتسيبها كده هنا ايه شوية كده حلوين. جابت هنا طاسة كده، حطت حبة زيت على معلقة كده من السمنة الفلاحي، وبتبدأ تشوح اللي هو التفل البصل اللي اخدته من البصلاية اللي هي خدت المية. وهنا التفل بتبدأ تشوحه لغاية لما ياخد اللون الذهبي الجميل زي ما انتم شايفين. وبعد كده هتضيف عند هنا زي كوبايتين كده من الرز او كوباية ونص من الرز. غسلتهم كويس جدا، وبتبدأ تشوحهم هنا مع البصل. طبعا هنا حابه تحطي فريك مفيش اي مشكله. طبعا هنا حطيت توابل اللي هي الفراخ مع بابريكا، يعني التوابل كده خلطه كده مع بعض بتدي ريحه حلوه، وفي نفس الوقت بتدي اللون الجميل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر. طبعا هنا بكوبايه كده بس من الميه. يعني احنا عايزين هنا السوا الرز هنا تلت سوا يعني، ولا باين مع يعني ناشف، ولا باين خلاص هيدخل على السوا يعني نص سوا. حطيت هنا رشه كده ملح، ورشه كمان من الفلفل الاسمر. طبعا هنا خلاص كده شوحت الرز زي ما انتم شايفين، هو كده خلاص قرب يدخل على السوا. وتروحي ايه هتحطيه عندك في طبق، وتروحي هتبدا تحشي الحمام الكذاب بالتتبيله الخطيره اللي هي عاملاها. تبدا هنا كده بتجيب الرز وبتبدا تحطه كده، وتروح لفه كده زي ما انتم شايفين. تحسي ان انت بتلفي جلاش معاكي كده. بتجيبي الطبقات كده اهو تروحي لفاها، وتجيبي بقى عندك بالخلة الأسنان بتبدأي تقفلي هنا ناحية الجلدة دي بتقفليها كويس جدا عشان بس الرز ما يخرجش معانا لبره. طبعا هنا وتروحي حطوها عندك هنا في هي عاملة صينية حاطة فيها طماطم بصل فلفل ألوان، معلقة كده من هريسة الشطة، حطت بابريكا فلفل وكمون كزبرة ناشفة، يعني خلطة كده
وحطيت كمان اللي هو الليمون المجفف، بيدي ريحه حلوه قوي قوي. طبعا هنا كل حاجه شرايح زي ما انتم شايفين اهو، دعكتها كويس جدا وبعد كده رصيتها زي ما انتم شايفين اهو. وبعد كده روحت حطت عندنا الحمام الكداب اللي هي عملته بالخلطه الجميله. بتبدا ترصهم كده، تروحي حاطه هنا بقيه الخلطه من فوق كده، تروحي دهنه بسيطه جدا من الزيت. وبعد كده حطيت الصلصه عشان يدي اللون الجميل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر. بس هي اخدت منها لون سينا، يعني ايه اللي هو خدت اللون الاحمر اللي انتوا شفتوه في الاخر، يعني المفروض يبقى اللون الذهبي الجميل، بس هي ايه غصب عنها يعني تعبانه جدا. وانها بتصور لي الفيديوهات دي، هي بصراحه معاها فيديوهات من الاول يعني قبل الحمل، وبقيت هنا اخد منها بصراحه. ما عنديش وقت اللي انا بقيت دلوقتي اصور، البت تعباني جدا ومش عارفه اصور خالص، وفي نفس الوقت اللي انا بنزل المحل دلوقتي بقف فيه يعني بتعب جدا. ربنا يكرمها، هي كان عندها فيديوهات عطتهاني بصراحه، ربنا يكرمها يا رب ويقومها بالسلامه اللهم امين. طبعا بصوا بقى هنا الصوص الجميل، الخلطه الجميله. عايزه اقول لكم بجد الصوص اللي من تحت ده يتاكل كده قبل الفراخ، ريحته بجد طعمه جميل جدا جدا. شايفين بقى الحمام الكداب، بصوا اللون، هو لونه حلو يعني، بس في نفس الوقت ايه اخد اللي هو ايه اللون الذهبي الجامد عشان كانت حاطه الصلصه. طبعا بصوا التقطيع بقى، بصوا الفراخ كده مستويه ودايبه دوب.